الألعاب الفترة الأخيرة كأنها شبه بعض، تتكرر. ليه؟ الشركات الكبيرة بدهم يجيبوا مبلغ هائل ليرجعوا استثمارهم، فبيركزوا على المعادلة اللي نجحت قبل وبكرروها وبيعملوها ريسكن لحد معين. بديش أضرب عليهم زيادة عن اللزوم، بس على سبيل المثال فيفا، كول اوف ديوتي، امسك المسدس، تاخذ المسدس، غير السكن، طلع لعبة جديدة خلال سنة. نعم. والوقت العادي لتطوير الألعاب أكثر من سنة، سنتين، 3 4 5 حتى. فهم بدهم أكبر عدد من الفلوس بأقصر كمية من ممكنة الجهد. عبر المعادلة اللي اشتغلت من قبل. فعشان هيك بيكون في هسه فرصة للمطورين المستقلين، واللي هم إحنا، اللي هم بسموهم اندي ديفلوبرز. إحنا في عنا فرصة، وأملنا الوحيد بأنه نكسر المعادلة ونعمل منتج جديد خطير للشركات الثانية. هم ما راح يدخلوا فيه، بس إحنا عنا القدرة ندخل فيه. وأضيف كمان إنه تطور محركات الألعاب حالياً خلى إنه من السهل إنه الكل يجيب نفس ليفل الكواليتي. نعم. يعني صار الكل بيقدر بسهولة إنه يستخدم مثلاً محرك الألعاب أنريل إنجن ويبني عالم رياليستيك. صح إنه حيحتاج كمبيوتر قوي وأشياء نعم. هيك، بس حيبني عالم واقعي، والشجرة تتحرك فيها الورقة، والمي الأمواج تتحرك صحيح. فصار الكل صار عنده الستاندردز الجرافيكس. هذا الستاندرد بالضبط. للأسف نعم. كلامك 100% صح، لأنه المطورين الصغار خصوصا اليوم سمعنا إنه في مطورين طلعوا مثلا من يوبي سوفت وراحوا سووا لنا لعبة زي شو اسمها هذه 33 something 33 اكسبيديشن. That's the one. اكسبيديشن Okay. 33 كانت مرة قوية وكانت قصتها مرة حلوة وجيم بلاي جدا جميل. فاحنا يعني محظوظين انه في مطورين صغار يبون يثبتون شيء، ما يبون فلوس. بالضبط. تبون فلوس ممكن طبعا ما عندي مشكلة عادي. معلومة صغيرة، هذه اللعبة انصنعت من 33 شخص، نعم. فعشان هيك اسمها 33. 33 33 شخص، واللي يعتبر رقم صغير جدا بعالم تطوير الألعاب. صحيح. جميل. فالله يعيني.